السلام عليكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بألف خير. جبت لكم اليوم وصفة سهلة مهلة تحضر في رمشة عين. تقتلات بنان. الحاجة الوحيدة اللي راح نحضروها هي الكريمة. انا اخترت كريمة برتقال. انتم تقدروا تختاروا كريمة حلواني. المهم انا خيرت هاد الكريمة. نحتاج فيها الى ملعقة من العسل، عسل النحل. وانا عندي شويه جامد هنايا راح نضيف له القليل من عصير البرتقال باش يدوب معايا بسرعه. واحتاج بيضه، ملعقه من النشا. وانا فضلت نزيد نكهه جوز الهند، استعملت ملعقه اكل من جوز الهند. في الخطوة هذه نقدروا نزيدوا ملعقة أكل من مستحضر الفلان بنكهة الفانيلا أو الليمون، ولا ملعقة من الجيلاتين باش مع الآخر تجي معنا الكريمة متماسكة يعني جدا. كما قلت الوصفة سهلة، ما تحضروا عجينة، ما تطيبوا عجينة، ما والو. هذه هي. نحرك مليح العسل مع العصير البرتقال، نضيف البيضة، نكمل نحرك والعصير تاعي وقاعد يسخن فوق النار. نزيدو النشا كيما مولفين نحضروا الكريمات، ونعاودو نصبو المزيج تاع العصير، صبوه فوق المزيج البيض والعسل، ونعاودوه نحطوه فوق النار حتى يتكاتف. اللي يحب الحلاوة اكتر طبعا يقدر يزيد سكر ستيفيا، سكر فواكه. يعني مازلنا نزيدو نضيفو شوكولا بيضاء، يعني راحت هذه ملعقة النشا راح تعزز لنا الحلاوة. وحتى ملعقة الفلون لا ضفنا انا فضلت نستعمل لكم الفلون باش ما تقولوش ما لقيناش جيلاتين، وجيلاتين تكون نباتية. انا استعملت ملعقة صغيرة من قشور البرتقال المجففة. تقدروا تستعملوا بدل عصير البرتقال عصير المندرين، يعني العصير اللي تحبوه. قلت نكملوا نخلطوا المزيج، وراح نضيفوا العصير الساخن. كما تلاحظون الكريمة سهلة بسيطة. الوصفة كاملة سهلة يعني سريعة جدا. أنا ضفت جوز الهند، ملعقة جوز الهند تبقى اختيارية. ونكمل الخلط حتى يعني نسبة الدهون قليلة في الكريمة، عنا فقط الدهون اللي موجودة في الشوكولاتة. راح نعاودو نفرغوها في الوعاء هذا ونرجعوها فوق النار حتى تتكاتف معنا. هذه هي النتيجة حين تحصلوا عليها. نضيفوا لها الشوكولاتة البيضاء ونخليوها تبرد. انا بما اني نسيت ما حطيتش الفلون في البداية، فراح نضيف القليل من الحليب وندوبو فيه ونعاود نضيفو الكريمة ونعاود نرجعها فوق النار، لانه باش يتفاعل معانا الجيلاتين الموجود في الفلون لازم يكون نعرضوه لدرجة الحرارة. إذا نعاود الخطوة هذه فقط، تبقى اختيارية يعني قلت لكم عليها، ونرجع لكم. باش نحضروا العجينة هذا واش نحتاجو بقايا بسكويت بات سابلي حضرنا بها دي تارتولات ولا دي كيش. المهم لكانت بات تاع كيش، بات بريزي تاع كيش، ما نكونوش حطينا فيها برك توابل ولا اعشاب عطريه. نهرسوها هكاكا بالرولو هذاكا، ومن بعد نحطوها في وعاء. انا استعملت كميه صغيره يعني هذا واش كان متوفر عندي. راح نضيف لها حوالي ملعقتان او 3 من هريس سفرجل، كنت حضرته في البيت باش تماسك معايا العجينة ويسهل تماسك معايا البسكويت هذا المهروس، ويسهل عليا تشكيل قوالب لي تارتلات نتاعنا.
كيف شفتوا أسهل من هذه ما كانش. عندك ضياف جايينك على غفلة، في رمشة عين تحضري هاد التغطيلات، أسرع منهم يعني ما كانش. المهم راح نضيفوا هريس سفرجل أو هريس تفاح أو موزة مهروسة اللي عندكم استعملوه حتى نتحصلوا. قلت على عجينة على يعني عجينة متماسكة ونشكلوا بها القوالب. انا ما حبيتش نستعمل مربى باش ما نزيدش من الحلاوه نتاع. تقدروا ايضا نستعملوا مربى لكن مصنوع منزليا يعني ما لا بأس. مهم ما نزيدوش الحلاوه بزاف في العجينه ونشكلوا القوالب. يعني ما تحتاج معنا وراح نستفادوا من البقايا هذوما ما نرميوهمش نحضروا بهم العجينه. أنا هنا قاعدة نشكل في القوالب هادو مع الأساور. ولا عندكم قوالب تاع تغطيلات لو فون تاعهم اموفيبل يعني يتحرك يطلعوا لفوق تقدروا تستعملوهم. أنا هذا واش عندي متواجد في البيت استعملته. تحصلت على 5 قوالب. هادو من القوالب راح ندخلوهم في الفرن، فرن هوائي 180 درجة. نطيبوهم من فوق من تحت يعني كيف كيف حتى يشيحوا برك ما ياخدوش لون. هما ديجا طيبين يشيحوا ويجفوا برك معانا. ها هما واجدين هنا تلاحظوا من ما ندخلهم الفرن هنا. نشكلوا جيدا القوالب نعدلوا الحواف تاعهم باش ما يتكسروش معانا. هما رايحين يتكسروا يعني. وندخلوهم الفرن حوالي 10 دقائق 15 دقيقة ونخرجوهم من الفرن. هنا بعد ما خرجتهم من الفرن يشيحوا برك ويجفوا شوية ونخرجوهم. هذه النتيجة تحصلت عليها. راح ننزع القوالب مباشرة وهما ساخنين. هاك تشوفوا كيفاه أسهل من هاك ما كانش. ما تقولوا ليش ما بقيناش نحضروا صعيبة وما نعرفواش، ما كان حتى عذر. بعد ما نخليهم يبردوا راح ننتقلوا إلى ملئهم بالكريمة اللي خلي بردت معانا. هادو هما القوالب هاك تشوفوا متماسكين لونهم يعني متماسكين ورائعين. راح نملؤوهم بالكريمة. وانا حضرت هنا فواكه متنوعة باش نزين القوالب تاعي. ها تشوفوا الكريمة نملؤو. انا يعني عندي كريمة زايدة شوية لاني تحصلت غير على 5 قوالب. بصح الكريمة هذيك يعني لذيذة تقدروا تتناولوها ولو كان وحدها مع القليل من الفواكه روعة. أنا عندي هنا تفاح كنت قطعته شرائح. عندي أيضا مندانين وعندي يعني الفاكهة اللي عندكم متواجدة في البيت استعملوها وزينوا بها القوالب تاعكم أروع. يعني كريمة البرتقال خفيفة تجي أخف ويعني لذيذة حق ربي. أنا استعملت هذا التفاح زينت به القوالب واستعملت المندرين. الفواكه اللي عندكم حضروها يعني وصفة رائعة ودي تغطيلات أروع من أروع ما يكون. اليوم ما بقيتوش ترمي هنا عندي المندرين كنت قسمته إلى في النصف هكا بسكين حاد راح نزين بيه التغطيلات. وعندي أيضا عنب وموز. المهم استعملوا الفاكهة اللي عندكم راح ينتبهوا بيها ضيوفكم أكيد لأنه يعني نتيجة رائعة وكأنها أحسن من تاع المحلات. ما نقولوش كيما تاع المحلات أحسن 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 لأن كلش المواد اللي فيها يعني صحية. على بالنا وش حطينا في الكريمة على بالنا وش حطينا في عجينة في التغطيلات يعني نتحكموا في كل شيء والنتيجة من أروع.
إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم وأعطيت لكم فكرة جديدة لتحضير دي تارتلات بالفواكه. إن شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم أكيد. هاكم شفتوا الخطوات بسيطة جدا، يعني سهولة كما يقولوا تاع صبيانية. إن شاء الله تحضروهم، أكيد راح تستمتعوا بيهم. وإلى اللقاء. ما تنساوش تشجعوني بلايكات، ولا عجبكم الفيديو تبارتاجيوه مع الأصدقاء.